أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. في الفيديو ده هنتكلم إن شاء الله عن موسم حصاد الرز في مصر، وهنكتشف الحقيقة اللي وراء الأسعار، ونفهم إزاي السوق بيتحرك بين الفلاح والتاجر، وهنعرف مواعيد مواسم الرز اللي بتتم على أكتر من وقت للحصاد، والفرق بين الرز المبكر والمتأخر، وإزاي التجار والمخزنين بيأثروا على السوق. هنتكلم كمان عن السعر العادل للرز والعرض والطلب، ونصايح للفلاح والتجار علشان محدش يضحك عليك لو مهتم بالزراعة. أسعار الرز والسوق المصري عموما، وأسعار المحاصيل الزراعية، أو عايز حتى تعرف إزاي تحدد السعر الصح وتفهم اللعبة، الفيديو ده معمول ليك. في حقيقة كبيرة في سوق الرز في مصر محدش بيتكلم عنها بصوت عالي، ودايما بتفضل بين السطور كده. كل سنة نسمع نفس الجملة: المساحة قليلة، العرض ضعيف، السوق هيتقلب، الفلاح هيخسر. وفي الآخر نلاقي حد بيكسب جامد جدا وحد بيتحرق من نار الخسائر. طب هو مين؟ الفلاح ولا التاجر ولا واحد تالت خالص؟ السنة دي الوضع مختلف شوية، في كذا موسم لحصاد الرز، واللي فاهم اللعبة هيعرف إن السوق مش مجرد سعر النهاردة أو بكرة، دي خطة ماشية على شهور وسنين. الفلاح بيتعب ويزرع وبيحلم يجيب حقه، والتاجر بيحاول يكسب ويقف على رجله، بس في طرف تالت واقف بيتفرج ومستني الفرصة علشان يخطف الرزق من الاتنين. الفيديو ده مش كلام جرايد ولا كلام على السوشيال ميديا وخلاص، ده كلام سوق حقيقي من قلب الأرض ومن قلب المخازن. لو انت فلاح أو تاجر أو حتى حد عايز يفهم ازاي البلد دي ماشية، لازم تسمع، لأن ده مش بس هيفتح لك عينك على اللي بيحصل، ده ممكن يغير طريقة تفكيرك كلها في السوق ده. السلام عليكم، أهلا بكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا ومهم لكل بيت في مصر تقريبا: الرز. هنحاول مع بعض كده نفهم ايه اللي بيحصل في السوق فعلا، وازاي الفلاح يحافظ على حقه، وازاي التاجر يكون ذكي من غير ما يظلم حد. هنتكلم عن حصاد الرز المبكر والمتأخر، عن المخازن، وعن اللي بيحصل في السوق من تحت الترابيزة، وعن الغلطة اللي لو الفلاح وقع فيها ممكن يخسر تعب سنة كاملة. لو انت مهتم بالزراعة أو التجارة أو حتى مجرد مستهلك عايز يفهم الحقيقة، تابع معايا الفيديو. هنبدأ إن شاء الله بلعبة السوق بين الفلاح والتاجر. الفلاح بيزرع ويتعب وينتظر السعر العادل، التاجر بيحاول يشتري بأقل سعر وفي نفس الوقت بيبيع بأعلى سعر. في النص بيجي ناس تستغل الطرفين. لازم نفهم إن مفيش حاجة اسمها تاجر بيحدد السوق لوحده، السوق ده عبارة عن عرض وطلب، السوق ملوش قلب، والسوق عبارة عن محكمة. ازاي الفلاح يحمي نفسه؟ ما يبيعش في أول يوم إلا لما يفهم حركة السوق، ما يسمعش كلام اللي يقول التصدير واقف أو المساحة كبيرة قبل ما يتأكد. يفهم إن السعر مش لعبة يوم، ده موسم كامل. نخلي بالنا، عندنا حصاد بيبدأ من شهر 9، وحصاد تاني للرز بيبدأ من شهر 10، وحصاد مبكر أساسا بيبقى في شهر 8، وفي حصاد تاني للرز بيبقى في شهر 11 و12، ودي للزراعات المتأخرة بعد البرسيم والفاصوليا. والمخزون القديم اللي عند المحتكرين والطماعين، وده ملوش ميعاد لأنه مرتبط باللي التاجر والمخزن اللي تقريبا كده بيضحك على الناس. هكلمك كده عن كل موسم حصاد. موسم الرز المبكر ده اللي بيجي في بداية الموسم أول الشهر بتاع 8، وده اللي بيحدد ملامح السوق. أي غلط في تسعيره أو في تصريفه بيأثر على باقي الموسم كله. الموسم الثاني بتاع حصاد سبتمبر
الرز هنا بيبدأ يدخل السوق بكميات أكبر، وساعتها العرض بيأثر على السعر بشكل واضح. أما الحصاد الثالث وده بيبقى في شهر أكتوبر، دي مرحلة توازن السوق بيبدأ يثبت نفسه، والفلاحين اللي صبروا هنا ممكن يكسبوا ربح طفيف أو يخسروا على حسب فهمهم للسوق. الحصاد الرابع اللي بيبقى في شهر 11 و12 اللي هو نوفمبر وديسمبر، الرز المتأخر، وده اللي بيتزرع بعد البرسيم والفاصوليا. الموسم ده ساعات بينقذ السوق أو يقلبه. الموسم الأخير طبعا بتاع المخزون القديم اللي عند التجار والمخزنين، وده مش موسم زراعة، ده موسم تخزين واستغلال الرز اللي متخزن عند المحتكرين اللي بيتلعب بيه في أي وقت كل موسم من دول للعبته ولتأثيره على الفلاح والتاجر. اللعبة بتاعت السوق اللي بين الفلاح والتاجر في حقيقة لازم تتقال، الفلاح مش خصم التاجر، والتاجر مش عدو الفلاح. السوق عبارة عن عرض وطلب، والاتنين بيكملوا بعض، لكن المشكلة لما يدخل طرف ثالث يلعب بينهم ويستغل واحد على حساب التاني. الفلاح بيتعب سنة كاملة، وبيجي وقت البيع يسمع كلام الموسم اتضرب، التصدير واقف، المساحة كبيرة جدا، ويبيع بأرخص الأسعار خوفا إنه يتزنق. وفي المقابل التاجر اللي مش فاهم اللعبة ممكن يجري ويشتري بسرعة ويخزن، فيلاقي نفسه خسران لأنه اشترى في وقت غلط أو بسعر غلط. واحنا قلنا في نص الفيديو ازاي الفلاح يحمي نفسه. العلاقة بين التاجر والفلاح لازم تبقى علاقة شراكة مش حرب. لما الفلاح يكسب والتاجر يكسب السوق كله بيستقر، ولما واحد يظلم التاني الاتنين بيخسروا على المدى البعيد. أسعار الرز النهاردة في حركة طفيفة في سوق الرز الشعير. وصل سعر الرز الشعير العريض النهاردة وصل للمضرب ل17,100 جنيه. البضايع اللي بتصفي تصافي عالية من 680 كيلو ل700 كيلو رز أبيض لكل 1 طن رز شعير. أما الرز الشعير الرفيع وصل للمضرب متوسط سعر الطن 14,300 جنيه وصل للمضرب. البضائع اللي بتصفي من 650 ل 670 كيلو جرام رز أبيض لكل 1 طن رز شعير، وده أعلى نسب تصافي المضرب بيقبلها. أما أسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب متوسط سعر الطن 26,000 جنيه. بضاعة أعلى جودة مخدومة زيت وبخار وسورتكس. أما الرز الأبيض الرفيع متوسط سعر الطن 22,000 جنيه. بضاعة أعلى جودة مخدوم كويس زيت وبخار وسورتكس شكارة كمبيوتر. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون ب1600 جنيه، كسر الرز الناعم 14,000 جنيه، سعر الكونة 14,300 جنيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.